السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير، صحة جيدة. اول حاجة غادي نشكر المتابعين جداد، مرحبا بكم، الف مرحبا في هذه القناة، وشكرا حيت انضميتوا لهذه العائلة الصغيرة اللي نتمنى غادي تكبر بكم ان شاء الله. وشكرا كذلك للناس اللي كانوا معايا من الاول اوفياء وباقيين معايا. حاولوا تبارطاجيو القناة مع الاصدقاء والصديقات والمعارف والعائلة، علاش لا، وتشجعوهم باش يدخلوا لهذه القناه، حيت غنبقى نقدم ديما قصص وقضايا مهمه غادي نستافدوا منها جميع. تنشكركم بزاف، وديما خليو لي واحد التعليق، واحد جيم، يعني باش تعطيوني ممكن نصائح، ممكن تهضروا في القصه ونتشاركوها جميع ونتعاونوا جميع. شكرا لكم بزاف بزاف. وغادي ندوزوا للقضيه ديالتنا. القضيه ديالتنا غادي تدينا لمدينه اقتصاديه، مدينه الدار البيضاء، اللي فيها واحد السيده اللي سميتها فاطمه اللي ما رزقهاش الله بالاطفال. ومن بعد ما توفى الزوج ديالها قررت باش تبنى واحد البنيه اللي غادي تسميها ماريا اللي عاش معها مع الظروف ديالها ديال الحياه. ومن بعد ما كبرات غادي تقرر باش تستقر بوحدها. من بعد ما كملت 20 عام قررت باش تقلب على خدمه، وغادي تخدم وغادي تستقر قريبه للدار ديال ماماها. علاش؟ حيت الام ديالها كتمتهن واحد المهنه، واخا ما هي راه ماشي مهنه بالنسبه ليا، اللي هي شوافه. ولكن البنت ديالها ما غاديش تبغي ليها هذا المجال، وغتقول ليها الوالده هاد الطريقه ما غاديكش لشي طريق زوينه، يعني حاولي تفاديها. ولكن السيده فاطمه عجبتها وبغات تكمل فيها، خلتها بنتها على خاطرها واستقرت بوحدها. وقررت كل سبت وحد بقات تجي عندها للدار، تعاونها، تشقى معاها، تسخر عليها، توحشها، تجلس معاها. كتجلس معاها ليله السبت، والحد في العشيه كترجع لدارها باش الغد ديال الاثنين تبدا الخدمه ديالها كما العاده. المهم بقى التواصل بينها وبين الام ديالها تلقات النهار المشؤوم اللي غادي تجي ماريا عند امها باش تزورها. المهم ملي وصلت للدار غادي تبدا تدق، والو ما كاينش اللي يحل ليها الباب. غادي تشوف العيالات جالسين حدا الباب، غتقول لهم السلام، واش الام ديالي ما حلاتش عليكم الباب كاع عاد الصباح؟ غادي يقولوا لها والو، راه جينا ما الصباح حنا كنتسناوها، ما كاينش اللي يجاوبنا، كندقوا تنعياو وتنجلسوا تنقولوا على الله لا تبان. المهم اول حاجه غادي ديرها، غادي تجيب التليفون ديالها، غادي تتصل بالوالده ديالتها، المره الاولى الثانيه الثالثه، والو التليفون مطفي. وغادي تمشي تسول الجيران واش ما شفتوش الام ديالي. الجيران غادي يقولوا ليها راه هذه ماماك، هذه 4 ايام ولا 5 ايام ما كتبانش لينا، ما كتدخل ما كتخرج، الباب ديما مسدود. البنت غير سمعت هاد الهضره وزياده على تتصل بهاد الايام ما كتجاوبهاش، صافي خافت. وهي تمشي قالت غادي نمشي نجيب شي حد يفرع ليا الباب. جابت واحد السيد طلباتو باش يحل ليها الباب، هرس ليها القفل، دخلت للدار. منين دخلت كتقلب على الوالده ديالتها ما كتصيبهاش. المهم قلبت الدار الاولى التحتانيه ما لقاتهاش، طلعت للفوق كتقلب كتعيط، دخلت لبيت النعاس غادي تلقى الوالده ديالتها طايحه جثه هامده، والريحه دايره بها، يعني ما ميتاش غير اليوم، والدم كاع طالي الدنيا. الدريه البنت فاش شافت الام ديالها في هاد الوصف وفي هاد الطريقه باش ميته، ما هزوهاش رجليها من الخوف ومن الصدمه ومن البكا. خرجت تجري، مشات عند البوليس نيشان، عاودت لهم اش شافت، وعاودت لهم بان الام ديالها ميته. جاو معها البوليس في الحين. المهم منين جاو البوليس راكم عارفين غادي يقلبوا خطوه بخطوه ودقيقه بدقيقه. مين دخلوا للدار اول حاجه غادي يكتشفوها في ديك الدار، غادي يشوفوا بزاف ديال العشوب، بزاف ديال الحوايج، ديال التصاور، ديال الطلاسيم، ديال دوك الحجابات، المهم ديال الصور ديال الناس اللي مساكن طاحوا في يد كفره. حيت اي حد كيمشي عند الساحر ولا كيسحر راه كيتسمى كافر، وكيتعدى على بزاف ديال الناس وكيغير لهم المسار ديال الحياه ديالهم. المهم غادي يطلعوا للدار الثانيه كذلك. من بعد ما طلعوا في الدروج وكيفتشوا غادي يبانوا لهم النقاط ديال الدم اللي غادي واصلين حتى لبيت النعاس. النظريه الاولى غادي يعرفوا بان هو هذه واحد الجريمه بشعه.
من غادي يدخلوا لبيت النعاس غادي يلقاو السيده طايحه ميته وباينه كما قلت لكم ماشي من نهار ولا يومين، يعني كاينه الريحه. غادي يهزوا التليفون غادي يعيطوا للشرطه العلميه، هما غادي تستناو الشرطه العلميه باش تجي دير الشغل ديالها. غادي يبقاو يستجوبوا ماريا، غادي يسولوها كيفاش اكتشفتي الجثه، وشكون نتيا، واش تجيها، وفين جيتي، ومعاش وكلشي. المهم غتقول لهم انا راه البنت ديال السيده تبناتني، وهذا راه جيت تقريبا مع ديك 11 ديال النهار، بديت تندق ما لقيتهاش، سولت الناس سولت الجيران قالوا لي هذه 4 ايام ولا 5 ايام ما شناهاش، وكذلك انا كنتصل بها هذه مده ما كتجاوبنيش. تقلقت وجيت نشوفها ونجلس معاها حتى نجي ديما عندها السبت والحد. من بعد ما بانش ليا فرحت الباب ولقيت اللي لقيت. المهم غادي يوصلوا الشرطه العلميه، غادي يطلعوا غادي يقلبوا السيده على ظهرها، غادي يصيبوها مضروبه طعنات كثيره في الكرش ديالها وفي العنق بطريقه وحشيه، يعني مطعونه بالموس في العنق ديالها في الكرش ديالها. وغادي يدوروا بالبلاصه غادي يقلبوا الدار البيت كامله، غادي يبان لهم اولا البيت مرونه، المريوم مرون، الحوايج طايحين، يعني هذيك الغرفه بالذات وبوحدها اللي مرونه، الدار كامله بقات كيما هي الا هذيك البيت. غادي يدوروا البوليس غادي يسولوا البنت ديالها واش ماماك موالفه تدخلي الفلوس في الدار او الذهب، قالت لي غادا تخليه، هي ما كتحطش في البنك او شي بلاصه، كاع الرزق اللي عندها راه كتخليه غير في البيت، يعني في بيت النعاس ديالها في الماريو وفي الاماكن الخاصه ديالها، ما كتحطو في حتى شي بلاصه. غادي يهزوا البصمات ديال يقلبوا الدار كامله خصوصا ديال ديك البيت، غادي يرفعوا البصمات وغادي يديو الجثه باش يشوفوا باش مات وكيفاش وامتى وكل شيء. المهم البوليس غادي يبقاو يستجوبوا في البنيه ديالها، غادي يسولوها كاع الاسئله غتجاوب بطريقه عاديه، وخا السيده راه مسكينه تصدمات بالموت ديالها. من بعد غادي يقولوا لها واش الوالده ديالك عندها شي اعداء، قالت لهم والو ما عندها حتى اعداء، كتخدم في دارها، الجيران عاطينها الثقه، ما عمرها ما مخصمه مع شي حد. قالوا لها ياك ما كاين شي حد يعني بغى ينتقم منها ولا شي حد مخصمه مع شي حد بيناتهم عداوه، قالت لي لا ما كاينه حتى حاجه من هذا الشيء، حتى واحد ما معاديه معاه. المهم ملي غادي يدوروا على الدار غادي يكتشفوا بانه هو طلعوا للسطح، غادي يلقاو الباب ديال السطح مسدود من الداخل، وكذلك الباب ديال برا راه مسدود من الداخل. علاش؟ حيت الباب ما مفروعش ما مهرس ما حتى حاجه. يعني النظريه الاولى هذا الشخص اللي قتل السيده فاطمه غادي يكون تعرفها مزيان، هذه النظريه الاولى. وهذا السيد اما ادته بالسحر والشعوذه وبغى ينتقم منها، اما قال هاد السيده راه كتخدم وشافها عندها الفلوس وتيدخلوا عندها الناس جا باش يخونها، حيت باين بهذيك الطريقه ديال البيت كاع مرونه راه هاد القضيه فيها السرقه وجا يخونها. وكذلك ما بعدوش ماريا من الدائره، وغادي يقولوا وكذلك ممكن هي من بعد كتعاود شي حد، راه الوالده ديالي عندها الفلوس راه كتجمع راه لاباس عليها راه الفلوس في الدار، يقدر شي واحد لعب ليها بعقلها وقال لها جيو ندخلوا للدار نخونوها نقتلوها ونهزوا داك الشيء ونقسموه بعضياتنا. المهم ما بعدوهاش، راكم عارفين الجريمه يعني اي حد مدان. من بعد ما سولوا الجيران غادي يقول لها السيده ما شلنا عليها والو من غير الناس اللي كيجيو كيدخلوا عندها وكيخرجوا فاش تقضي لهم هذاك الشيء لا جايين، يعني ما شافوا لا مضاربه لا مخاسمه لا شي صداع، ما سمعوا لا شي صوت لا والو. الشرطه من بعد ما سولوا الجيران وسولوا بنتها وقلبوا تتبان لهم القضيه شويه صعيبه. من بعد ما خرجت الخبره يعني الشرعيه ديال الجثه باش مات، غادي يلقاو بانه السيده مات مع 12 ونص ديال الليل، هذه اكثر من 4 ايام باش ميته، ومات بالطعنات ديال الموس
ولكن مات بواحد الطريقه بشعه. من بعد ما تألمات وتعذبات عاد مات، وما كانش تقاوم. والانسان وهذا الشيء اللي قتلها باين كيعرفها، حيت منين دخلت هي غتكون اما حلات ليه الباب اما عدو السوارت. يعني ماشي شي حد غير لحق وتلاح للدار، شي حد هكا معرفه ديالو. من بعد كاع هاد الملاحظات اللي لاحظوا يعني راه غادي يكتشفوا بلي هو السيد اللي دار فيه هاد الجريمه غتكون عارفه. عاودوا جابوا ماريا، سولوها تاني من جديد واش شكون اللي تيجي عندكم للدار، واش يعني عندك مع عائله، واش. قالت لهم ما كاينه حتى حاجه، راه الوالده ديالتي ما عندهاش شي حد زعما اللي يأذيها بهذه الدرجه، وانا عمري تصورت غادي تموت بهذه الطريقه البشعه. خلاوها في دائره الاتهام وتيراقبوا تليفونها وكيراقبوها، لا تبان لهم شي حاجه كما هي اللي عندها يد في الجريمه. عاودوا رجعوا للحي. من بعد ما رجعوا للحي تيقلبوا تيسولوا في الجيران، تيلاحظوا من اتساع داروا بالدار. غادي يبان لهم واحد العساس ديال الطوموبيلات، غادي يمشيو عدو غادي يسولوه على القضيه، وغادي يقولوا ليه واش هذيك الليله فين كنتي. قال لي كنت هنا عاس. قالوا لي واش ما شتي حتى حاجه، يعني ما بانش لك شي حاجه ملفته، شي طوموبيل، شي حديد، شي حد ما تتعرفوش. السيد سكت تيفكر، قال لهم كاينه. انا ديك الليله بان لي واحد السيد في السكوتر كيدور بالسكوتر ديالو ماشي مره ماشي جوج في الحي. من بعد قرب لديك الزنقه فين كاينه السيده، خلى السكوتر ديالو شي ساعه تقريبا، ما بانش ليا، عاد رجع ركب بالزربه وزاد. قالوا لي واش كتعرفوا، واش زعما شتي وجهو الملامح ديالو مزيان. قال له سيدي انا ما رديت البال، قلت كل شي حد مسخر شي عائله ولا جا عند عائلته، ما انتبهت مزيان هادشي اللي شت. واخا واش هاد السيد هذا يعني ما خديتيش الارقام ديال السكوتر ديالو؟ قال ليه لا. من بعد ما داروا الخبره يعني وردوا البال ماريا واش هي عندها يد في الجريمه، لقاوها بانه السيده ما كاينه حتى حاجه، حتى هي تصدمات واول مره تعرف نهار جاو البوليس شافوا. المهم عيطوا عليها قالوا ليها واش كاين شي حد تيجي عند ماماك؟ قالت لهم وقبل ما يجيبوا ماريا سولوا داك قال لهم داك البوليسي بلاتي راه ممكن كاين واحد الطريقه، راه هاد الحي فيه الكاميرات بزاف، وهذيك الزنقه من ندخل راه فيها الحوان ديال البيع والشراء بزاف، راكم عارفين الحوان كيديروا الكاميرا. قال لي راه ممكن عطاهم واحد يعني واحد الخيط زوين، قال لهم ممكن تسولوا الحوان تاخذوا من عندهم الكاميرا تراقبوا على الله لا تشدوا الكاميرا. هذا الشيء اللي داروا. من بعد ما خداو الاذن من النيابه العامه مشاو عند الحوان، خداو منهم الكاميرات وفرغوهم، قلبوا ليبان لهم الشخص، وفعلا غادي تشدوا الكاميرا. جا مع 12 وما نزلش من السكوتر ديالو، بقى واحد 5 دقائق عاد نزل. من بعد ما نزل دخل لديك الزنقه وباين وجهه مزيان وباين الماتريكيل ديال السكوتر، يعني شداتو الكاميرا مزيان. منين جابوا شدوا التصاور ديالو، فرقوهم في جميع الادارات ديال الشرطه باش يقلبوا على هذا السيد. جابوا ماريا قالوا ليها هاد التصويره السيد واش تعرفيه؟ قالت لي هذا اسماعيل تيجي الام ديالي من العائله ديالتها، وراه كيزورها مره كيتسخر ليها كيطلع ليها، ولكن في الاواخر راه ما بقاش يجي، قليل فين تيجي. قالوا ليها واش تعرفي فين كاين؟ قالت لي تنعرف فين كاين وفين خدام وفين ساكن وكلشي. من بعد ما خداو المعلومات من عندها مشاو نيشان لدارو دقوا هو يخرج. قالوا لي واش انت فلان؟ قال لهم قال لهم طلعوا.
داو لمركز الشرطه. ومن بعد ما خرجت البصمات ديال اللي خداو من الدار ومن الجثه، خرجت اكثر من 15 بصمه. هاد البصمات هادو اكتشفوهم ديال العيالات، ومنين قلبوا على الاسماء ديالهم عرفوهم فين ساكنين. مشاو تيدقوا للديور، دق دق السلام عليكم، واش انتي فلانه؟ طلعي. اشنو درت؟ حتى لمركز الشرطه وتعرفي. واش انتي فلانه؟ طلعي. تصوروا العيالات مجوجات وبوليداتهم خارجين تيديروا الشعوذه، وفاش غادي يسيقوا رجالتهم الخبار غادي يتبعوهم لمركز الشرطه. اش دارت المراه ديالي؟ غادي يقول لها المراه ديالك لقيناها في واحد الدار تقتلات فيها واحد الشوافه كانت تجي عندها. اول حاجه غادي يقولها الراجل، غادي يقول المراه كتسحرني. هذه حاجه ظاهره، ممكن هو مرضي الوالدين وبغى يكتشف ليه الله باش يتهنى من هذه المصيبه هذه اللي تبعاه وكتاكل معاه، وهي كتأذي عائلته وكتأذي وليداته. المهم راكم عارفين هذا المشكل، كاين اللي غيطلق فيها، كاين اللي غادي يتمسخ فيها، كاين اللي غادي يوصل معاها ما عارفين كاع، كاين اللي مسكينه كتأذى وجاب ليها الله واخا هذه جريمه باش تهنى وترتاح من هذا السحر اللي كيأذيو به هاد الكفار. هاد الناس مساكن اللي ممكن غير من الحسد او من غيره او من حب السيطره عليهم تيتعاطاو للشعوذه يلعذوا بالله. من بعد ما بحثوا معاهم اغلبيتهم غادي يقولوا لهم احنا كنا مسحورين ومشينا نحيدوا السحر، راكم عارفين هاد الهضره. المهم من بعد ما بحثوا معاهم غادي يلقاو هاد العيال كامل مشاو غير باش يديروا الشعوذه، تلقوهم رجعوا لديورهم ومشكلتهم ما يفكوها بعضياتهم. المهم نرجعوا لاسماعيل. من بعد ما شدوه غادي يقولوا لي واش تعرف فاطمه؟ غادي ينكر في الاول، غادي يقول لهم شكون فاطمه؟ غادي يقولوا لي فاطمه الشوافه اللي ساكنه في الدار الفلانيه كذا كذا. قال لهم تنعرفها، راه كتجيني من العائله. قالوا لي انت شتيها؟ قال لي هذيك اكثر من شهر ما شتهاش. قال له علاش؟ قال لي واه مع الظروف ديال العمل والوليدات والدار والمسؤوليه ما بقيتش نمشي عندها بزاف. يعني السيد ضربها بالنكره بيننا واه السيمانه مشى عندها. عرفتوا واحد فاش يكتب وكيكون مشتبه، يعني تيوليو يحطوا عليه عينيه النيت راه هو المجرم. قالوا لي غير قول لينا واش مشيتي عندها؟ قال لي لا ما مشيتش. هذيك الليله اللي تقتلات فين كنتي؟ قال لهم كنت في داري، دخلت مع 9 ديال الليل للدار وما خرجت الصباح ومشيت للخدمه. واخا مشاو جابوا المراه ديالو، يعني حطوها في بلاصه اخرى حتى هي وباش يزيروها مزيان باش تخاف وتقري الا كانت تعرف شي حاجه. قالوا لها الالا راجلك راه متهم بجريمه قتل، واذا تسترتي على اي خبر عرفتيه غتسميه حتى انت مشاركه معاه. السيده غير سمعت هكا بدات تترعد وخافت. قالوا لها راجلك النهار الفلاني واش بات في دارو؟ قالت لهم فعلا هو جا مع 9، ولكن بعد مده قصيره خرج قال لي رانا معروض مع عند صاحبي راه ما غاديش نجي بكري، يعني ها هو كذب. رجعوا عنده قالوا لي علاش كذبتي؟ قلتي لينا دخلت مع 9 وبت في داري وما خرجت الصباح، ومرتك قالت لينا مشيتي عند صاحبك. قال لي فعلا راه مشيت عند صاحبي، ولكن راه خفت منكم مع الجريمه ديال القتل تخلعت وانا نسكت ما بغيتش نقول لكم كاع راه خرجت. قالوا لي واخا تبع الكذاب تربى بالدار. مشاو عند صاحبو جابوه، من بعد ما استجبوه قال لهم ما جا عندي ديك الليله ما شتو مريتو. رجعوا عنده قالوا لي شوف مرتك ها قالت الكاميرا لا شدات وصاحبك قال راه ما جيتيش عنده غير قر. السيد والو ضربها بنكره ولاو مزيرين عليه لمده يومين هو استجبوه. من بعد ما تزيروا القلج بينه الدلائل كامله كتدور به واخيرا اعترف. قال لهم انا اللي قتلت فاطمه. واخا وعلاش قتلتي هاد السيده؟ قال لي سيدي هاد السيده كتجيني من العائله كما قلت لكم وكنمشي عندها مره في السيمانه في الجات، ولكن كما قلت لكم مابقيتش نمشي بزاف. واحد النهار طاحت ليا في بالي قلت حيت نمشي نزورها. من بعد ما مشيت زرتها
وشويه وهي تقول لي عافاك سير تسخر كما العاده. عطاتو الفلوس وقالت لي عافاك هاك دير معاك السوارت، راه ممكن تلقاني في السطح وما نسمعكش، وحل الباب ودخل. يعني دارت فيه الثقه من عائلتها وكيجي عندها ديما وكيعاونها وكيساعدها عادي جدا. قال لي من بعد ما خرجت وتقديتي داكشي بدا الشيطان كيلعب ليا في راسي. علاش؟ قال لي حيت هي ديما كتقول لي عافاك رد ليا البال الا كان لقيتي ليا شي دار مناسبه للبيع، راه بغيت نشري الدار، بانت لك شي حاجه قولها ليا وانا عارف راه عندها الفلوس في الدار كثارين وعندها الذهب وباغيه تشري الدار. بدا الشيطان كيوسوس ليا في راسي، قلت علاش ما نمشي نسرق ليها الفلوس. المهم مشى خرج على السوار ديال الدار ورد ليها السويرته ديالها، عطاها داكشي اللي جاب ليها، سلم عليها ومشى بحالو. على اساس راه مشى تا دار 12 هو يجي حل هو يدخل للدار. دخل البيت النعاس بدا كيرون وكيقلب في الماريو وهي تحصلو فاطمه. من بعد ما حصلاتو وعرفاتو خاف لا تقربي ولا تعيط للبوليس، ودا مع واحد الموس جبد داك الموس بدا تيطعن فيها في اي بلاصه جاتها. داكشي علاش عندها ضربات في الكرش وفي العنق، بقى كيضرب بطريقه عشوائيه، ما عقلش شحال من ضربه عطاها. السيده ما وقاوماش وكانت في الظلمه وما عارفه ما عارفاش شكون كاع تيضربها، وهذا تطيحه جثه هامده. تكا على داك الذهب، تكا على الفلوس، جمعهم كاملين وهز الموج ديالو وهو يخرج وسد الباب وجر معاه الباب بشكل عادي. هذاك الشيء علاش قلت لكم الباب ما تفرع ما والو. وقال راه الجثه ما غاديش يكتشفوه. قال لي رديت البال مزيان باش ما يشوفني حتى واحد، وفعلا خرجت ما شافني حتى واحد ومشى بحالو. من بعد ما قر وداو عاود تمثيل الجريمه وراهم الاداه ديال الجريمه، وجاب داك الذهب وداك الفلوس اللي خون. حكموا عليه بالمؤبد، حيت حنايا في المغرب ما بقاش الاعدام، كيحكموا بالمؤبد، يبقى طول حياته في السجن. وبقى صارت القصه ديالتنا بطريقه ماساويه. وسمحوا لي الى كنهضر بالزربه او شي طريقه ما مفهوماش مزيان. صراحه كنرتبك حيت شحال هذا ما بقيتش ندير الفيديوهات، ونتمنى خير لقدام. المهم غتسالي القصه ديالتنا بهذه الطريقه المأساويه كما قلت لكم، حيت قال لك الله سبحانه وتعالى لا يفلح الساحر حيث اتى. وكذلك الناس اللي كيتعاطوا لها الطريق، سواء الشوافه سواء اللي كيمشي عندها، راه كلهم في جهنم وبئس المصير. راه كيكفروا بالله وكيكفروا بالدين وكيبعدوا عليهم الملائكه وما كتقبل لهم حتى حاجه. هذا راه شرك بالله. الله يهدي اي واحد واي وحده كتعاطى لها الطريق، توب لله. راه ما يوصلك غير اللي نقسم لك الله، ولا الانسان اديتيه راه غتبقى هاز الذنب ديالو فوق الارض وتحت الارض. راه عداك يسحاب لك الا اديتي شي حد او شي واحد وطلبتي الله يسمح لك، راه غيسمح لك. راه الله كيقول لك خاص انتي تسامحي مع داك الانسان اللي اديتيه، يسمح لك عاد جي عند الله، حيت الله يغفر اللي بينه وبين العبد، ولكن اللي بين العبد وبين العبد راه صعيب الا ما غفر ليه. الله يهديهم والله يبعدهم على داك الطريق. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد كيادي، سواء الزوج سواء الزوجه سواء الاخت الاخ الجار، المهم اي حد على الطريق راه كدير مولاه غير الهلاك. راه الا ما خدا الجزاء ديالو في اول حياته، اكيد ما غاديش نقول عبد الله غادي ياخذو في التخيره ديالو. وراه شتنا بزاف الناس كيتعاطاو الشعوذه وماتوا بواحد الطريقه وحشيه، ماتوا بواحد الطريقه مشوهه. الله يحفظنا ويحفظكم من هذا الطريق، والله يحفظنا ويحفظكم من اي واحد كيتعاطى لهذا الشيء. قولوا فيه حسبي الله ونعم الوكيل. وهنا غنسالي القصه ديالي، وكنتمنى تخليو لي الاراء ديالكم تحت الفيديو. وكما قلت لكم واحد جيم
وإلا بغيتوا شي قصه سمعتوا بها بغيتو نعاودها لكم، كتبوها ليا في التعليق، وتنقول لكم بانه انا اي قصه كنقدمها راه ما كنتصنش ليها بلاصه، كندخل جوجل، كندخل القنوات، كنسمع المصادر الخاصه، يعني ماشي قصه ديالتي بوحدي او اول مره نسمعها، باقي ما عنديش حتى شي قضيه حصريه. تكون هاد القصه هادي قدموها بزاف د البنات وبزاف الناس، ومن بعد كنجمع المعلومات الحقيقيه والمعلومات الثابته وكنقدمها لكم حتى انا بالطريقه ديالتي اللي كنتمنى تعجبكم، وكنتمنى تبارطاجيو القناه مع الناس، مع الحباب، مع العائله. وشكرا لكم بزاف، وسمحوا لي الا كنت تعطل، والله غير مع الخدمه والتماره ديال الدنيا، الخدمه شويه عندي صعيبه ما كتخليش ليا الوقت فين نسالي وفين نقدم لكم شي قصه. المهم تسناو مني قصص بزاف، راه كنقدم لكم قصص ساهلين شويه ومختصره، من بعد ان شاء الله نبقاو نقدموا قصص عالميه، قصص دوليه من دول اخرين، علاش لا؟ غير ساعدوني باش توقف القناه على رجليها، وسمحوا لي راه ما كاين لا ديكور لا بزاف الاضواء، حنان راه على قد حالها، وكتقدم لكم القصه بطريقه بسيطه وبطريقه اللي كتعرف. كنبغيكم بزاف وما نطولش عليكم، ونشوفكم على خير، ودعواتكم معايا ومع القناه باش تكبر. كنبغيكم، باي باي.